مشاهدينا في كل مكان، سعدتم أوقاتا بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تلقي كلمة في اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والأمم. الجمعيات التعاونية لفرقتي ال70 و16 تزور المشاريع التنموية. المدير العام للمتحف الوطني يؤكد أهمية التعرف على الآثار الموجودة في المتحف. إيران ترد بعد عقوبات أمريكية، واشنطن تتوقع محادثات جديدة. باكستان تختبر صاروخا باليستيا جديدا. وتشيلي تحذر من تسونامي بعد الزلزال بقوة 7.5 درجة في البحر. أهلا بكم. ألقى الوفد الإريتري برئاسة مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية في إثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية الإفريقية السيد بنيام برهم ألقى كلمة في الاجتماع الدوري 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب المنعقدة في بانغول بغامبيا من 2 وحتى 22 من مايو الجاري. وذكر السيد بنيام في خطابه اليوم أن الوقت قد حان حيث لم تعد الأفكار الأساسية للنظام المتدهور هي الخيارات الوحيدة في وقت يمر فيه النظام العالمي بعملية تعديل سريعة ويمر فيه هيكل القوى المركبة الوحيدة بمرحلة انتقالية، مما يعني أن الوقت قد حان لإفريقيا لتمتلك وتسيطر على أجندة حقوق الإنسان الخاصة بها من حيث أولوياتها، والفرصة لدول القارة لإثبات أنها الفاعل الأول في حماية حقوق الإنسان لشعوبها. وأوضح المندوب الإريتري أن تمويل الحكومة الأمريكية لما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان كشف أن المهمة الرئيسية لهذه المنظمات هي إخفاء الأجندة السياسية لرعاتها وكشف قضايا مؤيديها وتوضيحها حسب قوله. وأكد الوفد الإريتري أن الدول الإفريقية يجب أن تتحمل مسؤولية حماية وضمان حقوق الإنسان لشعوبها، وأن أولويات إطار حقوق الإنسان يجب أن تعكس أولويات غالبية الشعوب الإفريقية. نظم أعضاء جمعية المحاربين القدامى التعاونية 70 و16 جولة في 3 مجموعات اليوم 3 من مايو لتشجيع منتسبي قوات الدفاع الإريترية الذين يشاركون في برامج التنمية في مناطق غادين ودكمحري وعدحوشة. وشرح المسؤول عن بناء سد سردقوبي غادين المهندس مانويل تخلم أن السد الذي بدأ إنشاؤه في أبريل من العام الماضي سيكون ارتفاعه 40 مترا وعرضه أيضا 40 مترا، وسيتمكن من تخزين أكثر من 2,000,000 متر مكعب من المياه عند الانتهاء من البناء. كما تفقد مشروع المدرسة الداخلية للقيادة الوسطى والذي يتكون من 19 قاعة و3 خزانات لمياه الشرب النظيفة وحوضين لتجميع مياه الصرف الصحي أنجز بنسبة 85%. ويشتمل المشروع الذي تبلغ مساحته 665 مترا مربعا و30 مترا من النصب التذكارية والمعالم التي تعبر عن التضحيات التي قدمت من أجل الوحدة الوطنية. وفي غضون ذلك قال أعضاء الجمعية الذين زاروا مقبرة لامزا سحرتي قيد الإنشاء إن الأشغال التي انطلقت في يوليو من عام 2023 تشمل جدارا مصورا بطول 886 مترا مبنيا على مساحة 3 هكتارات. ويتضمن المشروع نصبا تذكاريا بارتفاع 30 مترا وحوضين للمياه ومخزنا تحت الأرض بمساحة 40 قدما مربعا وغرفا للمكاتب والأمن و1500 شجرة. وحضر الحفل مسؤولون وقادة عسكريون على رأسهم قائد القيادة الوسطى العميد تخلي كفلاي وحاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى. وفي المناسبات الثلاث ألقى قادة الفرقة 70 و16 وقادة الوحدات المشاركة كلمات أشادوا فيها بمساهمات الجيش والشعب.
أكد المدير العام للمتحف الوطني الدكتور يوسف المسقال أهمية التعرف على الآثار الموجودة في المتحف، وأوضح أن التركيز الرئيسي للمتحف هو الحفاظ على الآثار والدفع بحماية الموارد الأثرية والتاريخية ونقلها وإبرازها للأجيال. ودعا علماء الآثار الشباب على استخدام المعرفة التي يكتسبوها في بناء الوطن والأجيال والعمل بشكل صحيح على التراث الثقافي الواسع تماشيا مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وقال إن الآثار المحفوظة عمرها سنوات طويلة وتضم مجموعة واسعة من المحتويات التي تعكس عصور مختلفة من التاريخ. من جانبهم دعا أعضاء المتحف الوطني إلى اتخاذ مبادرات لمساعدة المواطنين بشكل عام والطلبة بشكل خاص على التعرف على القطع الأثرية. نظم قسم السياحة في إقليم عنسبة دورة تدريبية لمدة 3 أيام لعمال وأصحاب المرافق الخدمية، شمل التدريب مفهوم السياحة وتطويرها والتواصل المؤسسي ومعرفة وحفظ الموارد التاريخية والدينية والطبيعية وامتلاك المؤسسات وجودة وكفاءة الخدمات المقدمة والعوامل المؤسسية العامة. وأوضح المدير العام للقسم السيد سالم علي في مراسم الاختتام في الأول من مايو أن الهدف من التدريب هو ضمان عمل وخدمات فعالة وذات جودة مرضية وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات وتبني عقلية واعية. وقال إن التدريب تم تقديمه للمرافق الخدمية في مديرية كرن ومن المقرر تنفيذه في المديريات الأخرى. من جانبهم أكد المتدربون أن المعرفة التي اكتسبوها ستلعب دورا مهما في تطوير أعمالهم. ودعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في كلمته الختامية إلى تعزيز مثل هذه الأعمال في المستقبل. نظم في مدينة تسني أسبوع الشباب من 29 من أبريل وحتى الأول من مايو تحت شعار التنظيم قوتنا والتنمية هدفنا. وقدم الشباب المشاركون في الفعالية التي نظمها الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في إدارات ضواحي علي قدر وفانكو وعد عمر عروضا تعكس مهام التنظيم المنفذة. وقال مسؤول الاتحاد في المديرية الشاب ملس جبراي إن برامج تعزيز تنظيم الشباب تحظى بالأولوية لأن فعالية وتأثير الشباب غير المنظم في حياتهم وبيئتهم الشخصية والجمعية لا تساوي فعالية وتأثير الشباب المنظم. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإنابة في إقليم القشبركة السيد ماريكوس جرماسين أن من المهم إنشاء منصة للشباب لتعزيز تنظيمهم واكتساب الحرف والمعرفة وتعزيز وعيهم السياسي وحث الشباب على رفع وعيهم وتعزيز تنظيمهم. وأشاد مدير مديرية تسنية السيد سيوم قبريسوس بالبرامج التي قام بها الشباب والطلاب وذكر إدارات الضواحي التي لم تشارك بالمشاركة. وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقات والطلبة المتفوقين في دراستهم. نظم برنامج في مدينة كرن تحت شعار تنمية الرغبة في الرياضيات لزيادة حب الطلاب للرياضيات وإيجاد الحلول لنقاط الضعف. وفي الفعالية التي أقيمت في الأول من مايو في مدرسة لاسال الابتدائية والمتوسطة والثانوية قال مدير المدرسة الأستاذ هبتوم هيلم إن الرياضيات هي حجر الزاوية في التقدم العلمي والتكنولوجي، مشيرا إلى أن عدم الاهتمام بمادة الرياضيات يعيق تقدم الطلاب في الابتكار والإبداع والبحوث. وأوضح ممثل مادة الرياضيات في مكتب التعليم الأستاذ فسلاسي نجدي أن الجهود بذلت لتحسين الأداء المنخفض للطلاب في الرياضيات، لكن النتائج المرجوة لم تتحقق حتى الآن. وقال مسؤول مكتب التعليم الأستاذ كفلة عند ميكائيل إن البرنامج هو الاتجاه الصحيح لإيجاد الحلول بالتركيز على المشاكل الرئيسية. وقال إن مبادرات القلة وحدها غير كافية لضمان جودة التعليم. وذكر المجتمع التعليمي بأكمله بضرورة متابعة المبادرات التي يتم اتخاذها بأعداد كبيرة. وتم في المناسبة تقديم عرض للرياضيات وتكريم الطلاب من الصف الرابع إلى 11 الذين حصلوا على ما بين 96 إلى 100 علامة في مادة الرياضيات في النصف الدراسي الأول.
اندلع حريق في مستشفى حقات بعد ظهر يوم أمس 2 مايو وتسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات. وأوضح مدير المستشفى الممرض منصور أبو بكر لوكالة إرينا أن 7 غرف دمرت مع كامل ممتلكاتها في الحريق، بالإضافة إلى معدات الطاقة الشمسية، مشيدا بتعاون الشعب مع خدمات الإطفاء للسيطرة على الحريق هذا، ولم يتسبب الحريق في إحداث الأضرار في الأرواح. وذكر قائد مركز شرطة مديرية حقات نقاسي تغسم أن سبب الحادث هو تماس في خطوط الكهرباء نتيجة الرياح القوية. في غضون ذلك تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم 25 من أبريل في ضاحيتي عد حماد وعد أري في اطلاع الزنك من 6 فصول دراسية. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قالت إيران إن العقوبات الأمريكية المستمرة لن تبدل سياستها، في حين توقعت الولايات المتحدة محادثات جديدة بشأن برنامج طهران النووي في المستقبل القريب رغم تأجيل جولة مفاوضات. وبعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول أو الأفراد الذين يتاجرون بالنفط الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن استمرار هذه السلوكيات غير القانونية لن يغير مواقف إيران المنطقية والشرعية والمستندة إلى القانون الدولي، مضيفة أن العقوبات تثير شكوكا عميقة وانعدام ثقة بشأن جدية أمريكا في مسار الدبلوماسية. وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي ومستعدة لمواصلة المفاوضات مع واشنطن، لكن نرفض التهديد والضغوط. وتهدف المحادثات بين البلدين المتخاصمين منذ 4 عقود إلى إبرام اتفاق جديد يقيد البرنامج النووي الإيراني ويمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، الأمر الذي لطالما نفته الجمهورية الإسلامية، وذلك مقابل رفع العقوبات التي تشل اقتصادها. أعلنت باكستان تجربة إطلاق صاروخ باليستي في ظل تصاعد التوتر مع الهند. وقال الجيش الباكستاني في بيان إنه أجرى تدريبات ناجحة على إطلاق صاروخ تكتيكي باليستي أرض يبلغ مداه 450 كيلومترا. وأضاف أن الهدف من إطلاق صاروخ العبدلي ضمان الجاهزية العملياتية للقوات والتحقق من المعايير الفنية الرئيسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدم في الصاروخ وتعزيز خصائص المناورات. ووفق موقع قناة جيو الباكستانية، هنأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ساهر شمشاد ميرزا ورؤساء الخدمات القوات المسلحة والعلماء والمهندسين المشاركين في صناعة الصاروخ، معربين عن ثقتهم في جاهزية وكفاءة القوات الاستراتيجية الباكستانية لضمان أدنى حد من الردع وحماية الأمن القومي من أي عدوان. وتزامن إطلاق الصاروخ الجديد مع تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد الهجوم الإرهابي في كشمير الذي أودى ب 26 سائحا هندوسيا، والذي اتهمت الهند باكستان بالمسؤولية عنه، وهددت بإجراءات صارمة ضد المهاجمين وداعميهم. دعت سلطات تشيلي إلى إخلاء سواحل منطقة ماغالانيس في أقصى جنوب البلاد بعد إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي على أثر زلزال بقوة 7.5 درجة في البحر قبالة الساحل الجنوبي لأمريكا اللاتينية. وقالت الهيئة التشيلية الوطنية لمكافحة الكوارث والاستجابة لها في رسالة للسكان إنه بسبب التحذير من موجات مد بحري عاتية أي تسونامي صدر أمر بالإجلاء إلى منطقة آمنة بالنسبة للقطاعات الساحلية لمنطقة ماغالانيس. كما طلبت الهيئة إخلاء جميع المناطق الشاطئية التشيلية في المنطقة القطبية الجنوبية. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن زلزالا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب السواحل الجنوبية لتشيلي والأرجنتين، ولم يجري تسجيل أضرار أو وفيات أو إصابات وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية.
كشف مسؤول بالشرطة الهندية أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 55 في تدافع بمعبد في ولاية جوا الساحلية الغربية، حيث تجمع مئات من الهندوس وفقا لوكالة رويترز. ووقع التدافع أثناء مهرجان شيرلاي زاترا السنوي في قرية شيرغاو. ويتم الإبلاغ كثيرا عن حوادث تدافع خلال التجمعات الدينية الهندوسية الكبيرة في الهند، حيث تحتشد أعداد ضخمة من الناس في أماكن ضيقة متجاهلين عادة قواعد السلامة. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز العناوين. إريتريا تلقي كلمة في اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والأمم. الجمعية التعاونية لفرقتي 70 و 16 تزور المشاريع التنموية. المدير العام للمتحف الوطني يؤكد أهمية التعرف على الآثار الموجودة في المتحف. إيران ترد بعد عقوبات أمريكية، وواشنطن تتوقع محادثات جديدة. باكستان تختبر صاروخا باليستيا جديدا. وتشيلي تحذر من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.5 درجة في البحر. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله. إن تطعيم الأطفال يتم